تعالوا بقى نعمل مع بعض احلى صينيه رقاق وفي 10 دقايق بس. انا هنا عندي الصينيه بتاعتي هدهنها بالماده الدهنيه اللي انا بستعملها، وانا استعملت الرقاق الآلي او الرقاق الطري، ده هيوفر عليكي وقت ومجهود كتير، خاصه الرقاق الناشف بيتكسر قوي. وهبتدي احط نص كميه الرقاق وادهن ما بينهم سمنه. بعد كده هحط اللحمه المعصجه بتاعتي، افردها كويس بحيث ان هي تكون متوزعه مظبوط في يعني على الصينيه كلها. وبعد كده هحط بقيه طبعا الرقاق برضو ما بين كل رقاقه ورقاقه هحط سمنه. بعد كده هبتدي اقطع الصينيه بتاعتي، وهكون مجهزه عندي نص كوبايه شوربه مع نص كوبايه لبن مع بيضايه وملح وفلفل. وهدهن وش الصينيه بتاعتي بالسمنه بعد التقطيع، وهسقيها باللبن والشوربه بتاعتي وهسيبها تتشرب شويه حوالي ربع ساعه. وبعد كده هدخلها في الفرن. هوريكم بقى الصينيه بعد ما طلعت كانت حكايه. بصوا بقى جمالها وطعمتها ما اقولكوش. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب.